الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اليوم فطورنا ملفوف الباذنجان وتمن. بنات، أول ما نفتح الباذنجان ننظف الباذنجان، نغسله ونقصصه شرايح خفيفة حتى نلف بيه اللحم، ونحضر الصلصة وياكم ونشوي بالفرن. بنات اللي ما متابعتني تتابعني وشاركوا المقطع خواتكم صديقاتكم حتى انشر لكم بعض اكلات جديدة. وهنا كملت تقطيع شرايح الباذنجان، وجبت كيلو لحم غنم مثروم. بنات، لحم كيلو غنم مثروم ويا ليه ربع ليه. وهنا ثرمت البصل والكرفس، وهنا نحط له ثوم مطحون وبصل مطحون وبهارات حسب الرغبة بنات، وملح وباربيكا حارة. هنا عندي اللحم بارد، كلش بارد، بردته بحيث شوية اللي يجمد على مود يلف ويانا. نضيف الثوم والملح والبهارات والباربيكا الحارة، واضيف الكرفس والثوم الكرفس العفو والبصل بنات. واذا حابين تضيفون الثوم حسب الرغبة، يكون ناس تحب الثوم بالاكل عادي، ماكو كل اشكال. وكليتين بالفرن ينشوي. نبدي نعجن بيه بالشكل لمود يتلابس اللحم والبصل والكرفس والبهارات ويا والملح ويا اللحم. هنا نرجع نكور اللحم بهالطريقة نصفطها بالماعون نحضرها. هنا برجع اقلي لكم الباذنجان الشرايح نص استاو بنات، هسه اقلي وياكم حتى نلف اللحم بعد ونترك اللحم بعد ما نكوره ونخلص نخليه بالثلاجة لمدة 10 دقائق ربع ساعة على مود يتماسك. بهالطريقة بنات على مود متلف تجيب الباذنجان عادلة. هنا بنات قلي الباذنجان بس نص استاو. هسه نقلي الباذنجان تاعنا بهالطريقة هذي، نسلق القطعة نسلق كامل نص استاو ونشوفكم بالنهاية. هنا خليت اللحم هذا لفيته وكملته، خليته بالثلاجة فيطلع بهالشكل. خليته صار له ساعة كاملة، وكملت الباذنجان هنا شوحت الباذنجان بهالشكل بهالطريقة. وهسه وهنا دهن وياكم البايركس بدهن جنة يعطي طعم للاكل كلش طيب. واذا ماكو دهن جنة عادي ازداد زيت بهالطريقة. بهالشكل بعدين الميز هنا عندنا على مود نلف عليه. نبلش بنات ناخذ وحدة نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نلف بهالشكل بنات، ودائما القفلة مالتها يصير اللي جوا بهالشكل. نجيب قطعة لخ هاي القفلة مالتها تصير بهالشكل بنات. السلف وراويكم اياهم. هنا كملت البايركس بنات الملفوف الباذنجان، هنا حشيته وكملت لفيته. وهنا عندنا الصلصة بنات، خاشوقتين من المعجون، خاشوقتين كاتشب، خاشوقتين صلصة الشوي، خاشوقتين صوص، خاشوقتين دبس الرمان، وخاشوقتين خل أبيض.
روعة فد شي. بنات بنطرقوها، خلولها ملح، خلولها البهارات اللي تحبوه، وبرشت لها ثوم للصلصة، ونبدي نبلش نضيفها بالتدريجيا. ونضيفوها لازم البايركس وضربوه حتى ينزل جوا ويتلابس، وتبقى الصلصة بيه، واروح اخليها بالفرن وراويكم النتيجة. احنا بنات نسوي التحلية، نسوي اليوم المحلبي بالجوز، محلب الابيض بالجوز. زين بهالطريقة. نكون عندنا كوب مال شكر، وناخذ 4 خواشيق من النشا الابيض، وهنا جوز الهند، وعندي باكيت قشطة. نضيف هاي باكيت القشطة بنات كلش طيبة ويا الحلويات. بنات هنا اضيف كوب مي حار، واضيف انه بكوب حليب كامل الدسم. هنا ابلش اطرقهن بالمطرقة، اضيفهن تدريجيا. اضيف الشكر هنا، أنا لما يذوب الشكر اضيف النشا. زين اضيف النشا 4 خواشيق. هنا عندي ذاب الشكر، هاي 1 وهاي 2. اضيفها وياكم هنا 3. بنات هو 4 خواشيق انا مطلعتها، وهاي 4 الرابعة والأخيرة. هسه أطرقها، ومن يدخل عندي النشا هنا أضيف القشطة والجوز وارجع لكم. بنات هنا عندي تخن المحلبي، أضيف له القشطة بهالشكل بحرارة الغرفة. نضيف المبروش اللي هو جوز الهند بهالشكل. مع بنات نصبن بالكاسات بهالشكل، ما نترسه نص مع النص، لان راح نسوي تحلية ثانية. واحنا قلنا بس محلبي، ما نضيف له اي شي بعد بنات، نضيف له بس المبروش. نكملها البنات اليوم المحلبي. هالحلا هاي نكملها بهالشكل. انا قصدت غير تحلية اسويها لكم في اليوم، هم محلبي من المبروش، نضيف له تحلية ثانية. العفو انا اسفة. نضيف هاي التحلية مال المحلبي بالجوز الهند، ونزينه بالمبروش الالوان. بنات ينطي شكل يجنن. واللي حاب يزينه بالمبروش الابيض اللي هو جوز الهند عادي، ماكو كل اشكال. هنا نبلش نزين الكاستر بهالشكل مثل ما انتو تحبوها. وسهمنا وسهمكم العافية بنات. تكمل ملفوف الباذنجان وراويكم اياها. وهنا كمل عندي البايركس مال ملفوف ملفوف الباذنجان بنات. قمت اعلس لان صيام وقت فطور. ملفوف الباذنجان خلص هنا عندنا. وسهمنا وسهمكم العافية. وهي اللمسة الأخيرة. شوفوا بنات.